لو اتنين واحد أضخم فيهم بكتير من التاني وهيصارعوا بعض، مين اللي يكسب؟ السؤال ده أكيد جه على بال أي حد بيحب فنون القتال، بس واقعيا الإجابة مش أسهل حاجة. في عوامل مختلفة كتير، زي مثلا إيه فرق الخبرة ما بينهم؟ هل فرق القوة متقارب ولا بعيد؟ يعني كمان الوزن، هل ممكن واحد 60 كيلو يقدر يكسب واحد 130 كيلو مثلا؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي بالترتيب الآتي. واحد، يعني إيه مقاتل قوي؟ هل هو الشخص اللي بيلعب جيم بالطريقة الاعتيادية؟ اتنين، ايه نقط ضعف المقاتلين الأقوياء؟ 3، ايه معنى التكنيك وأهدافه؟ 4، ايه نقط ضعف التكنيك؟ 5، التكنيك ضد القوة، مين يكسب؟ و6، انت. هتفهم اكتر لما نوصل للنقطة دي، بس ما تستعجلش عشان في مفاهيم كتير غلط محتاجين نصلحها الأول. فيلا نسأل أهم وأكتر سؤال الناس بتتلخبط فيه: يعني ايه بني آدم قوي؟ هل هو الشخص اللي بيشيل حديد كل يوم في الجيم، بيلعب بايسبس وترايسبس ودراعاته كبيرة؟ الحقيقة لا خالص. المصارعة والجرابلينج مش بتحتاج ان انت تشيل 30 كيلو في الباي مثلا، لكن مفهومها في القوة مختلف تماما، وده لان هي بتركز على عضلات اهم بكتير من الباي والتراي. فتعالى كده نفكر ايه العضلات المهمة اللي احنا لازم نمرنها، او المقاتلين بتوع الجرابلينج لازم يمرنوها عشان يقدروا ان هم فعلا يصارعوا. واحد، الرجلين. الرجلين هي جذع الشجرة، لو الشجرة جذعها مش كبير ومش قوي، الشجرة دي هتقع بكل بساطة. مهمة الرجلين مش بس إن هي بتثبتك على الأرض، لكن هي مصدر القوة اللي بيطلع منه كل طاقة للحركات اللي أنت بتعملها حتى بدراعاتك. كل رمية، كل لفة وسط، وكل سحبة بتعملها بدراعاتك بتيجي من قوة رجلك الأول. فهي أقوى عضلة في جسم المقاتل، ومن غيرها البني آدم بيحس إن هو ضعيف ومش متزن، وبيلاقي جسمه بيتراش في كل حركة بيعملها للمصارعة. ده حتى لو أنت بتعمل الحركة وفاكر إنها بتعملها بدراعك بس، ففي الغالب الرجل مسؤولة عن جزء كبير جدا من قوة الحركة دي. اتنين، عضلة الظهر. الظهر هو جزء من جذع الشجرة اللي احنا بنتكلم عنه، وهو المكان اللي بيطلع منه الفروع بتاعت الشجرة، بمعنى أصح بيطلع منه دراعاتك. الظهر هو المسؤول عن نقل الطاقة اللي بتيجي من قوة رجليك لنص جسمك الفوقاني، وده اللي بنسميه الكور. اغلب الرميات بتحتاج ان وسطك يلف او ترفع خصمك، ودي قوه نابعه من العضلات الناصبه للعمود الفقري والرجلين. وفي اغلب حركات دراعك وانت بتصارع بتعتمد على ظهرك، وده بيعتمد على الجزء بتاع اللاتس او بنسميه بالمصري المجانس. مش بتعتمد على قوه الدراع، لكن على قوه اللاتس او النص الفوقاني من الظهر. ده حتى في الاخضاعات الظهر بيكون محور حركه الكسر، بتشد بظهرك مش بتشد بدراعاتك. 3، الكتف. الكتف هو اللي بيربط ما بين عضلات الظهر وما بين دراعاتك، ولو القوة النابعة من الظهر ما وصلتش للدراع، الدراع بيعتمد على عضلات ضعيفة زي البايسبس والترايسبس. واللي يكون في علمك، الباي يعني انت لو بطل ممكن تشيل بيها 30 كيلو، فهي ضعيفة جدا. فلازم تفهم ان تدريب الجيم مش بيدي الأولوية للرجلين، بيدي الأولوية للشكل. فأغلب الأوقات بتلاقي ان الناس بتهمل تمرين الرجلين وبيحطوه آخر حاجة، مش بيحطوه أول حاجة، وبيحطوا الدراع اللي هو المفروض يكون آخر حاجة أول حاجة. وبطبيعة الحال الشاب بيهتم بإن هو يخلي دراعه كبير عشان ده اللي بيقفل التيشيرت، أو عشان بيخلي شكله أقوى. لكن واقعيا الدراع مهما كبر مش بيقدر إن هو يشيل، لأن عضلاته ضعيفة وصغيرة. طيب إيه نقطة ضعف المقاتل المفتول العضلات الضخم جدا اللي إحنا بنتكلم عنه؟ المشكلة إنه بيحتاج كميات أكسجين أكبر بكتير من واحد حجمه العضلي أصغر. تعالوا نفهم ليه. الخلايا والأنسجة العضلية اللي في جسم الراجل المفتول العضلات أكتر بكتير من البني آدم اللي حجمه عادي، وده اللي بيخليها قادرة إنها تولد قوة متفجرة. بس زي ما هي قادرة إنها تولد قوة متفجرة، هي بتحتاج كمية أكسجين أكتر بكتير من البني آدم العادي. والرئة ملهاش تضخيم، فحجم الرئة بتاعتي وحجم الرئة بتاعت واحد أرفع مني وأصغر مني وحجم الرئة بتاعت واحد أضخم مني، احنا التلاتة تقريبا بالتقريب نفس حجم الرئة، فنقدر ان احنا نولد نفس كمية الاكسجين تقريبا لعضلاتنا. وعشان كده الشخص الاضخم بكتير بيتعب اسرع بكتير. فالواقع ان الشخص الضخم ده بيكون مرعب في تفجره وقوته في اول القتال، بس بعد حوالي دقيقة ما بيقدرش يعمل اي حاجة، بيحس بنار في عضلاته، وهو ده اللي بنسميه بيقطع نفس. بيقطع نفس يعني هو مش قادر ان هو يدخل كمية الاكسجين لكل العضلات دي ولكل الانسجة دي ولكل الخلايا دي، فبيحتاج وقت طويل قوي على بال ما يرجع نفسه تاني او طاقته تاني للوضع الطبيعي بتاعها. طيب بالنسبة للتكنيك، يعني ايه تكنيك وايه الهدف بتاعه؟ التكنيك هو استخدامك لعقلك عشان تتغلب على القوة، وده عن طريق استخدام الفيزياء في صالحك، الجاذبية في صالحك، الزوايا والسرعة والدقة.
فمثلا بدل ما انت تستخدم القوة المفرطة في ان انت ترمي بني ادم، انت بتبدأ تستخدم عضلات الرجل والوسط عشان تولد طاقة قوية جدا من خلالها تقدر ترمي البني ادم رمية مرعبة. بس انت مش بتستخدم العضلات بس، يعني مش بتستخدم رجليك ووسطك وظهرك وخلاص، لا، ده احنا كمان بنوجه الخصم واحنا بنرميه بزاوية، وبنوجهه الاتجاه بحيث ان هو ما يكونش له ارتكاز فيها، يعني ما يعرفش يسند نفسه. فنفس الكلام ده بيحصل في الاخضاعات. بتبتدي ان انت تلف جسمك حوالين عضلة واحدة بس وبتعزلها برجليك. يعني ايه بتعزلها؟ يعني بتعزلها عن باقي الجسم. نقول مثلا الدراع، ومن هنا بنستخدم عضلة قوية جدا زي عضلة الظهر عشان نكسب بيها عضلة صغيرة وضعيفة جدا عند خصمنا زي عضلة الدراع. وبنستخدم كمان الاتجاه بحيث ان احنا نشدها في الاتجاه المعاكس للأربطة، فالأربطة بتاعت الدراع تتقطع. فميزة التكنيك الصح هو ان انت تقدر تستخدمه لمدة طويلة، لان هو ما بيعتمدش على العضلات والقوة المتفجرة. والمبهر ان اللاعبين المحترفين بيقدروا ان هم يوصلوا لساعة واكتر من القتال المتواصل من غير ما يتعبوا. بس ايه هي نقطة ضعف التكنيك؟ مشكلة التكنيك ان هو ما بينفعش الا بتوفر شروط معينة. من غير شرط من الشروط دول التكنيك ممكن يفشل. فبمعنى اصح المسكات والزوايا والتوقيت بتاع الحركة لو اختلف سنة صغيرة ممكن يبوظ الحركة كلها. يعني مثلا لو حاولت ان انت تعمل حركة بدري شوية او متأخر شوية وانت معاك كل حاجة تانية مظبوطة، المسكة مظبوطة، الزاوية مظبوطة، الحركة ممكن تضيع كلها عليك. فعشان كده انت بتحتاج ان انت تقعد تتقن الحركة وتتمرن عليها لمدة طويلة وساعات طويلة جدا عشان تعرف تظبط العوامل الصغيرة اللي بتخلي الحركة تشتغل. بس لما الحركة بتتظبط بتكون خرافية. مشكلة تانية من مشاكل التكنيك ان القوة المتفجرة بتقدر انها تهرب منه. يعني حتى لو انت ظبطت حاجة، مسكت واحد مثلا في اخضاع وبتحاول تكسر له دراعه، ممكن يمسك بعضلات ايديه في بعض بحيث ان هو يكون صخرة تحس ان انت مش عارف تحركها حتى لو عضلات ظهرك هي اللي شغالة. فالقوة المتفجرة في بعض الاحيان بتحل مشاكل، بتتفجر بحركة من جوه ماسكة معينة، وتقدر ان انت من خلالها تهرب من الوضع ده او من المسكة دي وتبقى هربت من الخطر. طيب في الحالة دي مين اللي يكسب، التكنيك ولا القوة العضلية المفرطة؟ في حالتين نقدر ان احنا نقارن ما بينهم. لو مقاتل اقوى من التاني بكتير وفي فرق قليل في التكنيك ما بينهم، الاقوى يكسب. لكن لو المقاتل اقوى بكتير بس في فرق ما بينه وما بين اللاعب التاني كبير في التكنيك، بمعنى صح اللاعب الاصغر عنده تكنيك اكبر بكتير، التكنيك يكسب. ملاحظة سريعة، الفرق في الوزن يعتبر فرق في القوة. يعني واحد اتقل منك ب10 كيلو اقوى منك حتى لو انتوا الاتنين حجمكم العضلي او نسبتكم العضليه زي بعض. خلينا متفقين على دي. حتى مثلا هتلاقي اللعيبه بتوع الوزن التقيل لما بيلعبوا ضد بعض بوكسنج، حتى مش بتكلم على مصارعه، لكن بيلعبوا بوكسنج، هتلاقي ان الضربه منهم بتوقع. لكن تلاقي في الناحيه التانية اللعيبه اللي وزن الخفيف قاعدين بيضربوا في بعض طول الماتش، طول المباراه لمده 30 دقيقه، ومحدش فيهم عارف يوقع التاني. فكل ما الوزن زاد كل ما القوه زاد. وعامه ده اصلا اللي شهر الجوجيتسو، ان في ناس بقى عندها تكنيك قوي جدا بقوا يلعبوا ناس ضخام واقوياء وبقوا يكسبوه، وعلى اساس كده الجوجيتسو اتشهرت، وعلى اساس كده الفن ده اثبت نفسه في المجال. طيب نيجي بقى لاهم نقطه احنا هنتكلم عنها النهارده، هي انت فين في الحسبه دي بقى؟ انت ايه وضعك من القصة دي؟ هل انت المفروض تكون قوي جدا ولا التكنيك بتاعك عالي جدا؟ وازاي تكون مقاتل مميز؟ بص يا سيدي، الشخص القوي جدا المرعب في قوته ده من غير ما يكون عنده تكنيك خالص هو عامل زي عربية موتورها قوي جدا لكن ما بيعرفش يسوق. في الاخر مش هيعرف يسوق العربية على السرعة اللي هي تقدر توصل لها، وفي الغالب هيعمل حادثة. والمقاتل اللي عنده تكنيك عالي جدا بس ما عندوش قوة جسدية هو عامل بالظبط زي السواق المحترف اللي ماشي بعربية موتورها عمال يقطع مش عارف يعمل بيها حاجة. فدايما فكر ان القوة هي الجسم والعقل هو التكنيك. ما ينفعش واحد من الاتنين يمشي من غير التاني، لازم تكون قوي في الاتنين عشان تعرف تتميز. فلو انت جاد وعايز تبقى فعلا مقاتل مميز محتاج ان انت تتمرن على الاقل اوزان تقيلة 3 مرات في الاسبوع. واعتقد انت بقيت عارف انت المفروض تمرن ايه. رجلين ده يوم لوحده، ظهر ده يوم لوحده، وكتاف وباقي العضلات تقدر ان انت تديلها بونص. وبالنسبه للتمرين بتاعك بتاع الجرابلينج او الجوجيتسو او البوكسنج او الى اخره، ده لازم تتمرنه من 2 ل3 على الاقل برضه في الاسبوع. ده كده اقل واجب، احنا لسه بنبتدي. وما تتمرنش وخلاص وتروح تاكل وتنام، مش ده الهدف. لو انت قعدت تكرر نفس الحركات اللي انت اتقنتها فانت ما بتضيفش حاجه لمخك. لكن انت محتاج ان انت كمان تتفرج وتضيف على ده فرجه على البطولات الكبيره، فرجه على الماتشات المهمه، لان ده بيغذي ذاكرتك البصريه وبيديلك معلومات اكتر وبيوسع مداركك. وتقدر ان انت كمان تتفرج على كورسات من مختلف المدربين بحيث ان انت تغذي عقلك بمعلومات من اماكن مختلفه ومن وجهات نظر مختلفه. كل مدرب بيبقى له وجهات نظر مفيده تقدر تستفاد بيها. وبالمناسبه انا عامل كورس من الكورسات دي، عامل كورس عن ازاي تتحكم في البني ادم من فوق، مناسب اكتر
اكتر للناس المبتدئه في الجوجيتسو مش الناس المتقدمه. بيساعدك ان انت تبدا تلعب جوجيتسو وجرابلينج وتتحكم بخصمك على الارض سواء بتلعب MMA او جوجيتسو. فلو انت مهتم هتلاقي اللينك بتاع الواتساب بتاعي في الديسكريبشن، اضغط على اللينك وابعت لي رساله وانا هرد عليك بكل التفاصيل. في النهايه احنا بنتمرن عشان نكون اقوى، ومش بس اقوى في ساحه النزال المقننه، لكن كمان عشان ان احنا نقدر نحمي الناس اللي احنا بنخاف عليهم وبنحبهم. فدايما ان انت تبقى ازيد في الوزن هو حاجه احسن وافضل ليك. فاضخم، اتقل، خلي وزنك تقيل، ما تلعبش وانت وزنك خفيف على طول، ما تعتمدش على ان انت وزنك يفضل خفيف للابد. ولو انت شخص قوي بيلعب حديد فانت لازم تتعلم ازاي تستخدم العربيه اللي موتورها قوي. فابدا تمرين فنون قتال، لان انت جسمك هبه ربنا مديها لك، لازم تعرف تستخدمها كويس. بس يا سيدي اتمنى ان انت تكون استمتعت معايا في الحلقه، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. شكرا جزيلا.